السلام عليكم. انا محمد خليل ودي قناتي على اليوتيوب. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نقدم حاجه ان شاء الله من احسن لاحسن، ودايما نكون في تطور دائم باذن الله. هنتكلم النهارده على السودان وعلى المحاور اللي حوالين مننا. النهارده السودان دي كانت دوله تابعه لمصر من ايام محمد علي. طب الدوله المصريه والدوله السودانيه لما كانوا دوله واحده كانت الاقتصاد كان جبار لدرجة ان انت دينت بريطانيا، دينت اوروبا يعتبر كلها، وكنت دولة عظيمة جدا في الفترة بتاعت اتحاد الدولتين دول، وكان المحتل بتاعك كان انجليزي. خلينا بس نفتكر الخطوط العريضة اللي احنا بنتكلم فيها من الاول. الانجليز عرفوا ان قوة مصر في السودان وقوة السودان في مصر. ليه؟ لان المصريين هم عقلية فذة، دي امر ملهوش مفيش حد ممكن ينكره. يعني اي حد ممكن يخليك تشك في عقليتك هو شخص عنده مشكلة في عقليته باختصار. فانا علشان خاطر اخلي الاتنين دول يضعفوا، العقل بدون جسد والجسد بدون عقل. يعني السودان هو الجسد، هو الخير اللي مصر موجودة فيه، والسودان بدون مصر هي جسد بدون معنى. يعني زي ما احنا شايفين كده كل حتة في السودان منهارة تماما، منهارة تماما. واخر الاحداث كانت السد اللي وقع في بورتو السودان، سد الاربعينات. السد ده بينذر ان او بيفهمك قوة البنية التحتية في السودان واصلة لفين، واصلة اللي مع السلامة ما عادش فيها حاجة اصلا. الامور اللي زي كده بتفهمك هم اشتغلوا على السودان قد ايه. مين بقى اللي اشتغل على السودان؟ اللي اشتغل على السودان هو كان رئيس السودان نفسه. الراجل ده كان عارف انه ماشي من 2011، من ساعة ما حصلت الثورات اللي حصلت في المنطقة، والراجل ده كان حاسس انه ماشي. بدأ يطلع موجة من الكراهية ضد المصريين جوه الشعب السوداني. اشتغل بكل ما اوتي من قوة في تدمير الفكر السوداني، والراجل ده بصراحة نجح. لانه حتى انت لما بتبص له بتحس ان هو مجرم، اللي هو ايه، شكله شكل مجرمين كده، ما تحسش ان ده كان رئيس دولة خالص، ولا هو مثقف ولا بيعرف يتكلم ولا اي حاجة خالص. الراجل ده كان شخصية مستفزة جدا جدا لاقصى ما تتخيل، وكان من ضمن المتسببين في اغتيال حسني مبارك الراجل دوت ونظامه. يعني حاجة تحس ان هو كان كاره جدا، وهو شخص لا يملك الا الطاقة السلبية، يعني شخص مؤذي جدا. هو ده اللي وصل السودان للحالة اللي هي فيها. قسمها اتنين، الاول جنوب وشمال، وبعد كده راح داخل على حلايب وشلاتين. حلايب وشلاتين دي بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن انها مصرية سودانية، وراح موجه السودانيين كلهم على الحته ديت. خد بالك من الكلام. طب هو الراجل ده عايز ايه؟ هو كان كل موضوعه يا نوع احنا الكل يا نعيش احنا الكل. هو اصلا شخصيه، انا اسف جدا على اللي انا هقوله، بس هو شخص غبي جدا. زائد ان دلوقتي، تعالى بقى على وضع السودان دلوقتي. السودان دلوقتي في اقصى درجات التدني في البنيه التحتيه والبنيه الثقافيه والبنيه يعني انت عندك لما تشوف سودانيين عندك في مصر عندهم مشكله ان هم يعرفوا يتكلموا، اعرف انه ما تاسسش. انا قعدت مع سودانيين وعشت معاهم فتره طويله، عشت معاهم فوق عن ال5 سنين. هم ناس طيبين جدا فوق ما تتخيل، ولكن الشرير فيهم او الخبيث فيهم هو خبيث بغباء. مش بس مش بس خبيث وعدينا، لا، هو خبيث بغباء. ليه؟ لانه هو اصلا مش فاهم يعني ايه انت بتتعامل مع في مستويات في التعامل. يعني انا لما اتعامل مع واحد عالم غير لما اتعامل مع واحد مهندس، غير لما اتعامل مع واحد يعني عامل، غير هو ما خرجش بره منطق العامل، فهو بيتخابس معاك وهو مستوى بسيط جدا. يعني مع احترامي طبعا للعامل، بس انا اقصد ان التعاملات مع كل ما بتطلع مع في التعامل مع شخص ايا من كان
مركزه الاجتماعي، ولكن المركز العقلي بتاعه عالي، فهو مختلف عن التعامل مع واحد بيتعامل مع مثلا خرسانة. هو في الأول وفي الآخر هو ناجح في حتته، محدش يقدر ينكر يعني. فعندهم الوضوح. على فكرة السودانيين واضحين جدا. هو بيبقى واضح معاك في كرهه، بيبقى واضح معاك في محبته. لما يقول لك انا بعزك وبحبك، هو فعلا بيعزك وبيحبك، ما بي يعني مش هو واضح جدا معاك. ده يخليني اوصل للحته بتاعت الاحتلال. هو ليه الاحتلال فكك السودان؟ ليه الانجليز اشتغلوا على السودان وخلاها لوحدها بعيده عن مصر؟ عشان تشوف اللي انت شايفه النهارده ده. لو السودان ومصر حبوا يرجعوا لبعض كدوله موحده تاني، مصر هتشيل هم تلوث ثقافي طول الوقت. يا ولاد فوزيه والكلام اللي احنا بنسمعه بيستفزنا، ولكن هو في النهايه هو نفسه مش عارف هو عايز ايه. لو انت جيت شفته تابعته وخدت بالك من تصرفاته، هتلاقي ان كل اهدافه النهائيه هي اهداف تدميره هو الشخصي. يعني انت لو جيت بصيت لقبل موضوع الحرب اللي حصلت في رمضان، على ما اظن رمضان اللي فات ده، لا اللي قبل منه، حصلت الحرب في السودان. لو انت جيت بصيت الهجمه اللي كانت قبل الحرب ديت علينا، انت نفسك بتبص عليه بتقول له يعني هتوصل لايه؟ هو نفسه ما يعرفش. هو نفسه بيطلع طاقه سلبيه وخلاص، ما عندوش اي حاجه وخلاص. فده يخليني ارجع ان السودان هي دولة مهمة لمصر. اللي ينكرها يبقى شخص يعني مش فاهم الأمور كويس. وفي نفس الوقت السودانيين هم ناس طيبين، وهم عندهم الخير ما شاء الله عليه، ولكن هم خلاص البشير اشتغل عليهم اكتر من 30 سنه تدمير، واشتغل عليهم ضحك. يعني كان بيعرف يتكلم معاهم، مش هننكر. البشير كان بيعرف يتكلم مع الشعب السوداني، ويعرف يخلي مزاجه حلو ويبسطه في الكلام، وعقبال ما تيجي الازمه التانيه ارجع تاني اروح بسطك بالكلام. من الاخر كان واخد الشعب السوداني على حجره يعني. فده يخليني اكون شايف الحقيقه بتاعت قبل انفصال السودان، ان الشعب السوداني هو شعب كويس جدا، جيد جدا، طيب جدا. وفي النهايه هو لو حصل ان هو اتركبت الراس على الجسم اللي انا قلت عليها في اول الفيديو، هيحصل حاله اللهم صل على حضرة سيدنا النبي، حاله الاندماج وحاله التطوير. لان السودانيين في ناس فيهم عندهم انا اسف جدا بس انا لازم اقولها، بدور على كلمه مناسبه عشان خاطر ابقى انا برضو ايه مع كل الاطراف مش وحش يعني. يعني لما بيهد كل حاجه، بيهد المعبد كله. مثلا في استثمار جاي من السعوديه على السودان، لو انا ما كسبتش اهد الاستثمار كله. ما عندوش حل وسط. هو في ناس فيهم كده بتهد كل حاجه، والحته ديت هو بس الناس ديت تتعامل معامله القانون. اللي هو داخل يهد كل حاجه، لا يتعامل معامله القانون. لو فرض القانون على السودان انتهى الامر. هتحول السودان فعلا بقى، مصر والسودان هتتحول لحاجه تانية مختلفه تماما تماما. وهتكون بقى من مصفات الدول اللي هي زي روسيا، زي المانيا، زي الصين، زي امريكا، زي كندا، زي استراليا. هتبقى حاجه تانية خالص المعامله. شفت انت معامله الجنوب افريقي؟ جنوب افريقيا ده على فكره في منهم ناس بشره سمراء وبشره بيضاء. الجنوب افريقيا بتتعامل معامله انها دوله متقدمه. فقصه ان انت تبقى مثلا معاك في الجسد بتاعك حد بشره سمراء. طب ما احنا عندنا الناس النوبيين احنا بنحبهم، بنعشق النوبيين، بنحس ان احنا يا شوكولاته يا عسل يا جميل يا حاجات. كلنا بنحب المغازله في البشره السمراء. واللي حصل في اخر 3 4 سنين، انا كنت دايما بتفاخر وانا في الغربه ان احنا ما عندناش حاجه اسمها عنصريه. دايما كنت بقول انا يا جماعه ما عنديش حاجه اسمها عنصريه. دي انا ما بسمعش عنها. عمري ما سمعت واحد مسك حد من بشره سمراء قلبي اسود وفي الشغل ده. لا لا لا، ما فيش الكلام ده. احنا دايما بنتكلم بروح ان هو يا عم شوكولاته حبيبي. يعني تحس ان هو ايه، في لا لغه
في المعامله تحس ان هي لغه الدلع فيها، يعني احنا بنحب ندلع بعض شويه. فديت نقطه مهمه، ان ليه السودان انفصلت وليه كان في اصرار على تدميرها الفتره اللي فاتت ديت. هو تعجيز لمصر وتخليها دايما مش في احسن حال، لان هم عارفين ان في حاله اندماج مصر مع السودان هو امر لا يمكن الوقوف قدامه تماما. مصر مش هتكون محتاجه حاجه هي والسودان، الاثنين هيكونوا محتاج. خلاص احنا اكتمل الاندماج ما بين الشعب المصري والشعب السوداني، خلاص انتهت. ده امر بتمنى من ربنا ان تبقى في ناس فاهماه وفي ناس تراعي ربنا في ان هي وهي بتغلط في السوداني. هو يا جماعه خدوا بالكم، انتوا برضو بتتعاملوا مع ناس او بتتعاملوا مع شعب، هو في الاول وفي الاخر كنا واحد. وبرضو السودانيين الناس الاغبياء اللي فيهم تهدى شويه، لان انت مش كسبان حاجه في النهايه. ديت نقاط سريعه. النقطه الثانيه وهو محور فيلادلفيا. المحور ده محور محتل من الجانب الفلسطيني، والمتسبب في الامر الاحتلال هو 7 اكتوبر. و7 اكتوبر المستفيد الاول والاخير منها مفيش حد. عمال ادور على حد استفاد منها، مفيش حد. ولكن انت ك ح م الف س حماس، يعني انت لو كنت وضعت ايدك على الارض ومحدش قدر يطلعك منها، هتبقى انت اسمك بتفرض سيطرتك. انما النهارده طلع ليك واحد بيقول لك لا، ده انا بس مش هديك الدوله الفلسطينيه، لا لا، ده انا كمان هاخد منك اجزاء من غزه اللي انت قاعد جواها. طب انت استفدت ايه؟ وجاي تلومني انا كمصر؟ بالنسبه لمصر والقضيه الفلسطينيه، مصر يا جماعه ضحت كتير. مصر ضحت كتير جدا 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 فوق ما تتخيل. مصر عاشت القضيه اقول لك ايه يا راجل، اقول لك ايه يا راجل، احنا اتدمر تعليمنا بسبب القضيه دي. بهدلت الاقتصاد بتاعنا، اتبهدل بسبب القضيه دي. كان بيحصل مضايقات سياسيه من الدول الاوروبيه والامريكيه واغلب الدول كانت بتحصل بسبب القضيه ديت. انت ما تخليك بقى من الدوله ديت وسيبك منها، واعترفوا بعدم وجودها والحكايه والروايه واحنا هنوسع عليكم. يا راجل ده كان ما بين الالمان والامريكان مشاكل. مين يقدر ينكر المشاكل اللي كانت موجودة ما بين الأمريكان والألمان في الحرب العالمية الثانية؟ بالرغم من كده بعد نهاية الحرب الأمريكان تعاونوا عادي جدا مع الألمان وعملوها ألمانيا بتاعت النهاردة. ايه المشكلة اللي كانت ما بين اليابانيين والأمريكان؟ المشكلة انحلت تماما، وبعد الحرب بقوا ألمانيا واليابان وأمريكا بقت مين بيقول لك بقى كوكب اليابان. الموضوع مش سهل انك انت تتعامل مع الامريكان، لا سهل. بس القضية دي ضغطت علينا كتير اقتصاديا وثقافيا، وضغطت على الشعب المصري كتير جدا بسبب القضية دي. ففي وقت كده احنا لازم نبقى، يعني احنا دفعنا كتير قوي، دفعنا كتير احنا اتأخرنا كتير بسببكم بالمناسبة في القضية دي. فمحور فيلادلفيا المستفيد الاول من اللي بيحصل دلوقتي هو مفيش حد زي ما انا قلت. وبرضو انت عندك احنا مضغوطين من ان هو واخد المحور وهو مش ماضي معاه الاتفاقيه. فانا هستغل النقطه ديت وهوزع، هدخل القوات بتاعتي انا الاخر على المحور بتاعي دوت. هدخله بقى القوات على المحور بتاعي كله من اول البحر المتوسط لحد البحر الاحمر تحت. انا كمان هستفيد، ما مش هضحك عليك. انت في 7 اكتوبر انت راجل دمرت، ما خليتش فيه طريقه للكلام، انت دمرت كل حاجه. احنا بنحاول نرجع. حتى انت لما انت النهارده بتتكلم على المفاوضات، انت ما بتتكلمش على فلسطين. ما تخلينا واضحين مع بعض، انت فلسطين دي ما بتجيبش سيرتها اصلا، انت بتتكلم على خروج الاسرى. انت متخيل انت بتقول ايه؟ طلع لي الاسرى؟ نعم. يعني انت موضوعك كله
من اول الحرب ديت الاسرى، موتت 40,000 بني ادم، وكنت عارف ان ده ردة الفعل اللي هتحصل عشان الاسرى. وفي النهايه انت ممكن تبقى ليك استراتيجيه احنا مش شايفينها، يعني ممكن يبقى في المستقبل، انا بتمنى ان الدوله الفلسطينيه دي تقام وتنحل المشكله، لان في النهايه حلها هو النهايه. خلاص السلام عليكم، انتهت. انما هفضل انا عايش في الموجه بتاعتك ديت ومضغوط بقى شعبيا ومضغوط من كل الناس اللي مش مستوعبه الموضوع والعاطفه واخداهم، ويطلع لي شاب ولا اتنين من الناس اللي موجودين من اللي هم يعتبروا اصلا عيال اللي هم الصهاينه العرب دول ومصر وبتاع وتشتم فينا. كل العيال ديت في النهايه عيال مش يعني، انا مش شايف بصراحه منهم غير ان يعني نهايتهم محتومه. اي حد بيقف قدام البلد الحبيبه مصر ديت والله بينتهي. وبتمنى بقى في نهايه الفيديو ان تكون بس في اشتراك للقناه وتفعيلها هيزيد، وتكون الامور طيبه ان شاء الله. تحياتي.